ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد لنا على القناه، ويلا نبدا نقول يا بركه بسم الله زي ما تعودنا. النهارده الفيديو بتاعنا عن ايه؟ عن صينيه بطاطس بالهنا والشفا كده حلوه، وطبق رز بشعريه، وطبق لسان عصفور. طبعا صينيه البطاطس بتاعتي بطريقتها مختلفه وجميله، ويلا ونقول يا بركه بسم الله ونبدا ونقول الطريقه. قبل ما نبدا الفيديو حط لايك واشتركي في القناه وفعلي زرار الجرس زي ما تعودنا مع بعض يا حبايبي. اهو اول حاجة معانا، اهو بقولك حطوا لايك. اهو اول حاجة معانا فرخة، ومعانا بطاطس، ومعانا بصل، ومعانا طماطم متقطعة في الخلاط، وتوم وبابريكا وكمون وفلفل وملح ولسان عصفور وشعرية، والرز بتاعنا. زي ما انتوا شايفين كده دي المكونات بتاعتنا. اول حاجة انا عصرة على الفرخة دي ليمون، ولسه هحط معاكم ملح وخل ليها. اهو جبتها في الحوض عشان احط عليها الخل، عشان طبعا الخل ده بيشيل اي زفرة فيها، بتشيل طبعا ايه لما بنحط الخل طبعا عليها. وبرضو بحط معلقة ملح اهو معاكم، اهو زي ما انتوا شايفين. وهبدأ اغسلها حلو من جوه ومن بره. طبعا شايله الزفاره اللي جوه لازم تشيليها، وطرطوفه الجناح والحته الجلده اللي بتبقى عند الرقبه، وتنضفي الوراك من تحت، اي ريش اي حاجه تلاقيها في الفرخه تشيليها. او بقول لكم على المكان ده تشيلوا منه ايه الزفاره دي. والفرق والرقبه نضفتيها، والقناصه، وفتحت القلب برضو نضفته. زي ما انتوا شايفين كده بقت فله ومية فل وعشر. اهم حاجه نظافه الفرخه. لو غسلت الفراخ بتاعتك ونضفتيها حلو، خلاص كده الفرخة يبقى طعمها جميل وما فيهاش اي زفارة. زي ما انتوا شايفين معايا انا بقطعها كده، همسك الفرخة واروح مقطعها 4 زي ما انتوا شايفين. عشان ايه احطها في الصينية. بس اما اجي احطها في الصينية تبقى متقطعة معايا. اهو بدأت اغسلها معاكم كويس برضو تاني، عشان ايه لو فيها اي حاجة مش نضيفة. وبصفي المية اللي انا حاطة فيها الخل والملح دي، واهي بغسلها حلو تاني كمان مرة واصفيها بقى. بصوا ما شاء الله الفراخ بقت جميلة ازاي، ما شاء الله نضيفة وحلو. هحطها في حلة معايا كده زي ما انتوا شايفين، وهروح ضايفة عليها المكونات بتاعتها. ايه المكونات؟ بصل، طبعا دي بتكون طريقتها زي المشوية، او ملح وفلفل وكمون وبابريكا. طريقتها بتبقى زي المشوية. ممكن تحمريها بعد ما تخلصي الطريقة دي وتستوي، تحمريها لو مش عايزة تضيفيها للبطاطس. اهو وطماطم، بصل وطماطم وتوابل وتوم. بقول لكم حطوا التوم دي هنحطها في صينية البطاطس. وايه تاني؟ وهبدأ ان انا اقلب كل المكونات دي في الفراخ عشان تطولها من كل حتة زي ما انتوا شايفين كده. طبعا بيبقى طعمها جميل زي المشوية. لو يعني انت حمرت شوية مكرونة وعملت الطريقة دي بيبقى طعمها جميل جدا. تحمريها كده بتبقى لون المشوية وطعمها زي المشوية. نص كوباية مية برضو تضيفيها على الايه، على الخلطة اللي في الفراخ دي كلها، وتولعي عليها. الاول هتولعي عليها على العين الكبيرة، بعد كده تحطيها على العين الهادية تكمل سواها. اهو زي ما انتوا شايفين انا هحطها هنا شوية، وبعد كده ايه اكمل سواها. طبعا وانا واقفة كده قلت احمر لسان العصفور. ما توقفيش يعني لازم اكمل الطبخة دي لحد اخرها، لا الحاجة السهلة برضو اشتغلي فيها، ما توقفيش على حاجة معينة. اهو زي ما انتوا شايفين هنقلها هنا على العين اللي ورا وابدأ احمر فيه. جيبي من الاطراف من الحراف كده، عشان الحراف دي اول حاجة بتتحمر معاكي. اهو هديها تقليبة. بعد كده وانا بحمر في اللسان قلت برضو ايه افرم الطماطم. اهو حمادة بيعمل لكم باي باي، اهو بيحب اوي هو اللي يفرم الطماطم. اهو بدأنا نفرم الطماطم مع بعض. افرميها برضو لحد ما تبقى ناعمة معاكي، تلاقي تحس ان هي اتفرمت خالص ونعمت معاكي زي ما انت شايف. بعد كده هشيلها. بدأت هنا ايه اقلب الفرخة، اجيب اللي فوق تحت واللي تحت فوق زي ما انتوا شايفين، عشان النار تطول كله والمكونات بتاعتها تاخد طعم من كله، اللي هي الفراخ تاخد طعم من كل المكونات. وبرضو بقلب اللسان معاكو برضو واشتغل في حاجة تانية. اهو زي ما انتوا شايفين معايا، اهو لسان العصفور بدأ يتحمر معايا وبقى لونه جميل كده. ما تحرقوش يعني اللون الذهبي الحلو ده بيبقى حلو كده، اللون بتاعه حلو. لان برضو خلي بالك معلومة، لسان العصفور ما تسيبوش برضو ابيض قوي، عشان لما بتيجي تحط عليه الشوربة بيفتح شوية.
اهو نزلت بالبصلة على معلقة السمنة او الزيت، المادة الدهنية اللي انت تحبيها زي ما انت عايزة. اهو تبدأي تقلبي اهو زي ما انتوا شايفين معايا. طبعا صينية البطاطس في ناس بتحب ده تعمل البصل بتاع حلقات، دي حاجة ترجع لك. انا مبحبش حلقات، انا بحبه متقطع، دي حاجة ترجع لك انت. اهو زي ما انتوا شايفين يا حبايبي الفراخ ريحتها طالعة وبألف هنا وشفا، كانت جميلة كانت جميلة وتحفة. اهو ببص على الفراخ ورجعت تاني هنا حطيت الطماطم، وكمان نزلت بالتوابل اللي هو معاكم اللي هي ايه، ملح وفلفل وكمون وبابريكا. اهو ببدأ ان انا اقلبهم حلو مع بعض. اهي بدأت خلاص غليت في بعضها زي ما انتوا شايفين ما شاء الله يعني. اديها تقليبه وبعد كده اهو بصوا خلاص كده كده هنزل بقى بالبطاطس زي ما انتوا شايفين. اهو زي ما انتوا شايفين كده انزل بالبطاطس واديها تقليبه مع بعض كلها عشان تشرب الصلصه بتاعتها. وبعد كده اروح ايه نازله بالفراخ والصوص بتاع اللي احنا عملناه، الصوص ده كمان نحطه معاه. اهو هسيبها دقيقتين برضو تغلي مع نفسها وارجع لها تاني زي ما انتوا شايفين. طبعا صينية البطاطس بتبقى جميلة في الاكل. اهو ما شاء الله رجعت لها تاني، كانت خلاص كده شربت من الصلصة بتاعتها. اهو وحطيت التومة اللي انا قلتلكوا عليها برضو هحطها واديها تقليبة في قلب بعضها كلها. اهو الصراحة بتبقى صينية البطاطس طعمها في الصينية احلى من طبيخ البطاطس. اهو بقى على العين التانية برضو هبص على الفراخ، محتاجة مية خلي بالك اوعي تتلسع منك. تقلبيها تقليبة كده وترجعي لها. اهي بدأت تستوي معايا، مادام دخلت في السوا هبدأ اقلبها هنا مع صينية البطاطس هنا. اهو الفراخ زي ما انتوا شايفين معايا. طبعا بيتبقى ايه الصوص ده بيبقى عامل زي الشوربة، طبعا بتستفيدي منه بايه، بيبقى طعمه جميل. انا بحط منه على الفراخ، ولو عاملة لسان عصفور زي كده هاخد منه حبة برضو وابقى ازودهم مية. اهو هجيب المصفى واصفيه. اهو بصفي الشوربة معاكو اللي هي الصوص ده، وبسو بقى ايه ازوده ميه. اهو نزلت بالصوص الباقي حطيته في صينية البطاطس، وهسيبها على العين اللي ورا اللي هي الصغيرة تغلي مع بعضها شوية، وبعد كده ايه بألف هنا وشفا تخش الفرن. اهو انا غالية كانت المية، هزود بقى منه الصوص اللي انا حطاه مع لسان العصفور ده عشان كله يغلي في قلب بعضه. تحط شوية توابل هتبقى طعم لسان العصفور جميل وخفيف معاكي. او اسيبه يغلي شوية مع بعض واطفي عليه، لان لسان العصفور لما بتطفي عليه برضو بيرجع تاني ايه يكمل سواه في البخار بتاعه لو انت مش هتغرفيه في ساعتها. انما لو هتغرفيه في ساعتها إيه اهو وديت صينية البطاطس في الفرن، وهسيبها بقى عشان تستوي من فوق ومن تحت. انا مشغله لها الشوايه والفرن مع بعض. وهو جيت هنا على الرز ما شاء الله عليه. خلاص كده استوى، بقلبه واجيب الحراف دي تقلبيها برضو ما شاء الله مفرفط وحلو ومفلفل وجميل وبألف هنا وشفا. تعرفي منين ان هي استوت؟ بص تمسكي حباية الرز كده معاكي وتلاقيها بتدوب في ايدك، مش واقفة كده وناشفة متتقطعش كده، يبقى لسه عايز ايه يستوي كمان حبة. وبعد كده انا بصيت برضو على اللسان خد له غلوتين ورحت طفيت عليه. اهو هسيبه مع نفسه برضو دقيقتين لحد ما اجغرف ما شاء الله عليه جميل وبألف هنا وشفا زي ما انتوا شايفين. وبعد كده طلعت صينية الفراخ اشوفها اتحمرت كويس ولا لا، لقيتها عايزة شوية فرجعتها تاني الفرن تستوي حبة تتحمر من فوق زي ما انتوا شايفين بألف هنا وشفا. اتحمرت حلو، وطبق لسان العصفور بالهنا والشفا بسم الله ما شاء الله. والفراخ كمان اتحمرت وبقت جميلة، والصراحة كان طعمها جميل. جربوا الطريقة بتاعتي وقولولي رأيكم في التعليقات، واوعي تنسي الاشتراك وتفعلي زرار الجرس وتدوسي لايك عشان ايه يوصلك كل جديد لما منزل فيديو. وجربي صينية البطاطس وقوليلي رأيك في التعليقات. وبألف هنا وشفا، نتقابل ان شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامة وفي رعاية الله.